رجل من ولاية إلينوي سخر ظاهرته الطبية النادرة لجعل حياته أسهل. We promote people's companies all the time, different companies, just to wear their name on my cans or on the shirts. جيمي كيتون ملقب باسم كان هيد، حيث يستطيع أن يلصق الأشياء برأسها الأصلع، سواء كانت معلبات فارغة أو ممتلئة أو زجاجات أو أي شيء آخر. 23 years ago, I shaved my head for the first time, and I was at a ball game. I was trying to cool my head down because it was a hot day, and all of a sudden they hit a home run. I went up to grab it, missed it, and then I was like, where's my drink? Everybody was laughing because it was stuck to the back of my head. أحد الأطباء فحص حالة جيمي وفسرها بأنه قد يرجع السبب للارتفاع الغير عادي في درجة حرارة جسمه، حيث دائما تقترب درجة حرارته من 38 درجة مئوية. منذ اكتشافه لقدرته الغير عادية قام بالاستفادة منها، ومن المقرر أن يسجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. It doesn't have to be a can. Here's a cell phone. Something flat even. I just go like this and it sticks. This is why I use hands free. الاستعانة بموهبته الغير عادية تتطلب تكلفة عالية بعض الشيء، حيث يقول أنه يمكنه الحصول على $1000 يوميا أو $8000 في الأسبوع، وذلك مقابل استخدام رأسه فقط.